هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. البارحة مساء لقيت أو هايب حاولوا استغلال BTS بطريقة غير مباشرة لصالح الفرق الأخرى لتغطية خسائرهم، والفرق الأخرى هي بالضبط نيو جينز. البارحة مساء تم الترويج لبضائع نيو جينز في حساب بيتي 21 تبع BTS. نزلوا بضائع نيو جينز، فالآرمي بعدها غضبوا جدا وطلعوا هاشتاجات وتغريدات كتيرة على تويتر بأنه BTS ما لهمش دخل بنيو جينز لحتى يروجوا لهم بحسابهم. وطبعا مو BTS هم اللي روجوا لنيو جينز، هايب هي اللي روجت أو حصل غلط بالوكالة، وبعدين نزلوا بضائع نيو جينز في حساب بضائع BTS. واليوم صباحا نزلوا بيان أو إشعار، قالوا: مرحبا، نحن فريق بيتي 21 نعتذر بشدة عن المشكلة الأخيرة، حيث تم إرسال إعلان لعنوان IP آخر عن طريق الخطأ عبر الحساب الرسمي لBTS على إكس. بسبب خطأ في الإعدادات تم الإعلان عن محتويات غير ذات صلة عن طريق الخطأ، ولكن تم تصحيح ذلك الآن. نعمل بجهد مثل تعزيز الرقابة ووضع إرشادات لمنع تكرار ذلك. شكرا لتفاهمكم ودعمكم المستمر. فإذا جيتوا تشوفوا أنه الخطأ تصلح بعد يوم، يعني هو المشكل صار البارحة وتصلح اليوم، بضائع نيو جينز ضلوا موجودين على حساب BTS أو بضائع BTS طيلة اليوم لغاية الحين ونزلوا اعتذار. فواضح جدا أنهم تعمدوا أنهم يروجوا لنيو جينز بهذه الطريقة، لكن الأرمي ما سكتوش وبعدين شالوا كل بضائع نيو جينز. الخبر الثاني، اليوم نزل مقال كتبوا: أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية استراتيجية رئيسية لتصبح ضمن القادة العالميين في مجال المحتوى بحلول عام 2027، حيث أن الخطة تتضمن إيجاد فرقة BTS التالية، يعني The Next BTS. تحدث جيون بيونغ سوك النائب الأول لوزير الثقافة والرياضة والسياحة عن ذلك، قائلا: سنكتشف فرقة BTS التالية من خلال دعم دورة تطوير الموسيقيين بالكامل بالوكالات الصغيرة والمتوسطة القادرة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم السوق العالمي لصناعة المحتوى إلى 3.53 تريليون دولار في عام 2027. هدف الحكومة هو أن تصبح واحدة من 4 قوى رئيسية عالمية للمحتوى بحلول عام 2027. الخطة تهدف إلى تحويل المحتوى الكوري إلى صناعة استراتيجية وطنية وخلق قيمة اقتصادية. يونغي كان في برنامج سنة 2019 وقالوا له: قدم نصيحة لفرقة BTS التالية، وقال: نصيحة لفرقة BTS التالية، أعتقد أنه لا يوجد فرقة BTS التالية، حتى لو إجوا فرق واشتغلوا عليهم منيح بيضل أنه BTS طلعوا من الصفر. يعني هم صنعوا حالهم لحالهم، مو الدولة كلها جهزت لهم الأمور، جهزت لهم منتجين وترويجات وكذا. BTS صنعوا نفسهم بنفسهم، فمستحيل يكون فرقة مثل BTS. حتى لو كانت النتيجة مختلفة، يعني ممكن فرقة تنجح، أكيد ما حتنجحش مثل BTS، لكن ممكن فرقة تنجح، لكن بالبداية بتكون دائما مختلفة. أخيرا البارحة كمان على تغريدة في منصة الإكس، واحد أو واحدة معرفتش مين كتب إنه BTS أنانيون وجشعون لاستمرارهم في إصدار محتويات حتى وهم في الجيش، مما يغطي على فرص فرق الكيبوب الأخرى لتتألق في ظل غيابها. على وجه الخصوص، كانت هناك آمال مرتفعة بتألق بعض مجموعات الكيبوب في ظل غياب فرقة BTS التي كانت تكتسح الساحة الفنية المحلية والدولية، لكن أكدت عدة خبراء في الترفيه أن الكيبوب شهد ركود كبير في السنوات القليلة الماضية مع توقف أنشطة فرقة BTS مؤقتا. الصحافة كما قلت لكم قبل البارحة الكل قال أنه في السنوات الأخيرة، يعني هذه السنتين، صناعة الترفيه بتشهد ركود، لا من ناحية الأرباح لا من ناحية كل شيء. ومن جهة أخرى يتوقع أن تنتعش الصناعة عن عودة فرقة BTS في 25، أين سيكون جميع الأعضاء قد أنهوا خدمتهم العسكرية وحينعشوا صناعة الترفيه من جديد. لكن بعد ما مشكل كبير أنه بعد ما أعلنوا عن ألبوم جيمين الكل إجته هستيريا، الكل خاف، الكل توتر، ما فهمتش ليش، لأنه أول أيدول يتصدر البيلبورد الأوت 100، وكمان مو بس الفرق الثانية أو فرق الكيبوب اللي توترت، كمان في سولوز وفي أكاجيز كمان توتروا وغضبوا لما سمعوا انه جيمين حينزل ألبوم. وشفت كتير ناس وكتير ناس اعرفهم وما اعرفهم في تويتر، في كل مواقع التواصل الاجتماعي، الناس جاتها هستيريا
وأهم شي بالنسبة للأرمي هو كل الدعم لجيمين وكل الدعم لكل عضو من BTS. هنا انتهي الفيديو، نلتقي في فيديو جديد. باي باي.